السلام عليكم يا احلى متابعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير يا ربي، ويلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال. اليوم رجعت لكم فيديو جديد، وهذا الفيديو هذا غادي نحضر معكم واحد الكيك خرافي. كيك اللي هو كيك التمر. كيجي رائع بزاف. واحد الكيك اللي مخالف على المذاق ديال الكيك العادي اللي موالفين كنصايبو في الدار. غادي نحضروه بالصوص ديال الكراميل، كيجي مرافق ليها. كتجي بنينه بنينه بزاف هذا الكيك هذا. تبعوا معايا الفيديو. بالنسبه للمقادير فغادي نحتاج هنا، انا خديت 6 الحبات ديال التمر اللي كيكون هكا معجن، كيكون رطب باش كيجينا سهل. هنا خديت 6 ديال الحبات لان التمر اللي خديت انا عندي الحبه ديالته كبيره. الا كان عندكم داك التمر صغير فاستعملوا منه 10 ديال الحبات. هنا غادي نضيف لهذاك التمر واحد المعلقه ديال الخميره ديال الحلوه، وما تبقى في هذيك الخميره ديال الحلوه غادي نحتفظ به، هو اللي غادي نديرو في الكيك. غادي نضيف على هذا التمر واحد الكاس الا ربع ديال الماء غليان، وكنخليه على جنب واحد المده ديال ربع ساعه على ما يرطاب ليا هذاك التمر باش يجيني سهل باش انني نطحنه. صافي هنا من بعد ما دازت ديك ربع ساعه كندوز وكنطحن هكا داك التمر مزيان. فهاديك الخميره ديال الحلوه الدور ديالها انها كتهري لينا هذاك التمر وكتساعدنا باش اننا نطحنوا التمر مزيان. كنطحن مزيان حتى كنتاكد انه ما بقاوش عندي دوك الطريفات ديال التمر، وكيولي عندي هذا الخليط هذا ديال التمر واجد. غادي ندوز دابا باش نحضر الكيك. كناخذ واحد الاناء كنضيف له 3 ديال البيضات اللي يكونوا بدرجه حراره المطبخ. غادي نضيف له واحد الساشي ديال الفاني وقبصه ديال الملح. هذا الملح هذا هو اللي كيعاوننا باش ان المذاق يجينا متوازن في هذاك الكيك ما بين الحلو والمالح. فكيف ما كتشوفوا معايا كناخذ الباطور وكنطلع مزيان هذاك البيض حتى كيطلع تماما مع الاستعانه هكا باش انني كنضيف السكر. عندي كاس الا ربع ديال السكر كنبقى نضيف وانا كنطلع حتى كنحصل على القوام مضاعف ديال هذا البيض وكيكون اللون ديالو ابيض. صافي كيف ما كتشوفوا معايا كيولي هذا هو القوام اللي خصنا نحصلوا عليه ديال البيض. صافي هنايا غادي ندوز باش نبدا نكمل في باقي المكونات. فهنا غادي نزيد عندي كاس الا ربع ديال الزيت، وغادي نزيد ليهم داك المعجون ديال التمر اللي صايبت معكم قبل، غادي نضيفو كامل. غادي نحتاج هنايا عندي القليل من القرفه على حسب. الا كنتو من النوع اللي كيبغي المذاق ديال القرفه يكون باين في الكيك فتقدروا ديروا واحد المعلقه صغيره. الا كان ما كيعجبكمش المذاق ديال القرفه فتقدروا تستغناو عليها، او لا تقدروا ديروا غير رويز ديال المعلقه، ولكن راه كتعطي واحد المذاق لذيذ لذيذ بزاف مع هذا الكيك هذا. صافي غادي ندوز هنايا وغادي ندير واحد 4 ديال المعالق كبار ديال اللوز مطحون اللي حمرته وطحنته. عرفتوا هاد اللوز كيجي خطير بزاف مع هاد الكيك هذا. مذاقات كلهم كيجيو رائعين مع بعض، غير جربوا هاد الكيك وردوا عليا. هنا غادي نضيف بالنسبه للدقيق، الكميه ديال الدقيق غادي ندير كاس ونصف ديال الدقيق مع ما تبقى ليا من ديك الخميره ديال الحلوه. صافي وغادي نخلط الكل جيدا وكيكون عندي الكيك ديالي واجد، اولا الخليط ديال الكيك واجد. صافي هنا من بعد ما تاكدت بان المكونات كاملين انسجموا ليا مع بعض فغادي ندوز وغادي ناخذ المول اللي غادي ندير فيه هذا الكيك هذا. انا اختاريت هذا المول هذا اللي كيجي هكا على شكل وريضه. نتوما تقدروا تستعملوا اي مول موجود عندكم في الدار ديالكم. انا هنايا دهنته بالزبده احتياطا فقط، رغم ان هاد لي مول هادو ما كيلصقوش، ولكن غير باش هكا تسهل عليا انني دغيا نحيد الكيك ديالي وما نلقى فيه حتى شي اشكال. صافي كنزل داك الخليط كله ديال الكيك وغادي ندخلو الفران اللي كنكون ديجا شعلته هكا شويه يكون دافي، وكنديرو على 160 درجه. كنخليه يطيب على المهل ديالو، كنشعل عليه غير من التحت حتى كيطيب وكيتحمروا ليه الجوانب ديالو عاد باش كنشعل عليه من الفوق.
حاولوا دائما انكم الكيك ديالكم تعطوه وقته في الفران وما تجهدوش عليه باش هكا يطيب لكم من الداخل. فكيف ما شفتوا معايا من بعد ما كنخرج الكيك ديالي وكيكون برد كيجي هذا هو الشكل ديالو. فغادي نزينو هنا بالصوص ديال الكراميل اولا كراميل نيسلي، كيجي رائع بزاف لا في الشكل ولا في المذاق ديالو. ما نقول لكمش غير جربوه وردوا عليا في التعاليق ان شاء الله. هنا كيف ما شفتوا معايا كنزينو. تقدروا الا ما كنتوش بغيتو ديروا هكا نيسلي كراميل تقدروا تستعملوا حتى الشوكولات، حتى هو كيجي زوين بزاف مع التمر. طريقة التزيين بطبيعة الحال كتبقى راجعة ليكم، ولكن راه كيتبواتا بزاف التمر مع الصوص ديال الكراميل. صافي من بعد ما كنزينها فغادي نقطع معكم هكا واحد المورسو هكا من الكيك باش تشوفوا معايا كيفاش كيجي. شوفوا معايا الكيكه كيفاش خفيفه، يعني انا كنقطع فيها وهي هكا كتبومبا معايا لان القوام ديال الكيك كيجي بحال الريشه. فهذه هي فرصه الا كانوا وليداتكم هكا ما كياكلوش لكم التمر، فانا كنديروا لهم هكا في الكيك ما كيجيش باين، ومع كيبغيو الصوص ديال الكراميل فكياكلوا هذا الكيك بلا ما يحسوا بالطعم ديال التمر نهائيا. صافي كنزين هكا هاد القطعه ديال التمر عفوا الكيك ديالي بالصوص كراميل. شوفوا معايا كيفاش كيجي القوام ديالها. غادي نقطع معكم هكا الكيك. شوفوا معايا كتجي خفيفه ولذيذه بزاف داك المذاق ديال اللوز مع التمر. كانت هذه هي وصفتي اليوم. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. كيف العاده الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لي لايك ديالكم، ارائكم وايضا تعليقكم اللي راهي كتهمني. نضرب لكم موعد فيديو جديد ايضا وصفات جداد، ونقول لكم في امان الله. بسلام عليكم.